مشروع القانون بيرد على السؤال الصعب ده. بعد ما فهمنا في الفيديو اللي فات المدة اللي هينتهي فيها العقد والزيادات والحقوق، بيجي السؤال الأصعب، وهو لو المدة خلصت فين البديل؟ هل مشروع القانون ده بحالته لو تم إقراره والتصديق عليه والنشر كما وافق عليه مجلس النواب بيقول إننا هنطرد من الشقق بتاعتنا؟ والإجابة هنا قطعا لا. خلينا أشرح لك. السلام عليكم. في الحلقة ديت هنتكلم عن حق المستأجر في وحدة بديلة، ومين اللي ليه أولوية، وإزاي بيتم التقديم على الوحدة دي. وهنقول ده من خلال أسئلة بديهية جدا حضراتكم بتطرحوها وبشوفها في التعليقات. السؤال الأول: هل القانون ده فعلا وفر بديل؟ القانون ده قال إن كل مستأجر ممن امتدت إليه العلاقة الإيجارية من حقه تقديم طلب لتوفير سكن بديل، سواء الوحدة الخاصة به سكنية أو غير سكنية، بس بشرط يقدم الطلب قبل ما المدة تخلص، اللي هي مدة الفترة الانتقالية، ويكتب إقرار إنه هيسيب الوحدة القديمة فور استلام الجديدة. تاني سؤال: مين ليه أولوية في التخصيص؟ هل مشروع القانون وضع أولوية في التخصيص لبعض الحالات؟ نعم، مشروع القانون بيقول إن الأولوية هتكون كالتالي: أولاً المستأجر الأصلي، ثانياً زوج المستأجر الأصلي أو والدته أو والده لو العقد كان ممتد ليهم عند بدء العمل بالقانون، ثالث فئة وهي المستأجرين أصحاب الحالات الاجتماعية الأشد احتياجاً، والدولة المفروض إن هي ترتب الطلبات حسب الحالة والمكان والاحتياج، ويعلنوا عن القواعد بالتفصيل بعد صدور القانون ونشره بشكل رسمي. ندخل على السؤال الثالث: طيب ايه القواعد اللي هتكون موجودة في الإعلان الرسمي المقصود بهذه الفقرة؟ الإعلان الرسمي بالقواعد هتتضمن الأمور الآتية: أولاً الوحدات المتاحة لدى الدولة، ثانياً شروط التقديم على تلك الوحدات، ثالثاً الجهة المختصة بتخصيص الوحدات، رابعاً جدول زمني للإجراءات التي سيتم اتباعها لتخصيص تلك الوحدات. ولو انت من الناس اللي قدموا ومعاك اقرار بالاخلاء فانت برضو ليك اولويه. وبالنسبه للمستاجر الاصلي او من امتد اليه العقد قبل صدور القانون، فالدوله ملزمه تعرض عليه وحده جديده خلال سنه قبل انتهاء المده الاصليه. ملخص الفيديو ده بنقول فيه ان في بدايل في مشروع القانون، وفي اولويه واضحه لبعض الحالات، وفي تنظيم دقيق المفروض ان هو سيتم اتباعه بعد تصديق على القانون في حاله نشره او في حاله الموافقه عليه، وفي اعلان رسمي كمان بالقواعد الخاصه بتوفير البدائل للمستاجرين، وفي لائحه تنفيذيه هيتم وضعها في حاله التصديق لمشروع القانون. فما تستعجلوش وما تسمعوش المعلومه الا من مصدر رسمي او مختص، مش لاي حد بينزل فيديوهات ويعيد ويزيد لمجرد التواجد. انا بشوف ناس بتنزل كل ساعه تقريبا فيديوهات وبستغرب بصراحه. يعني حضرتك عشان بس فكره التواجد والظهور بس تغرق الناس معلومات غير انها متكرره، واللي بتقوله بتعيده وبتزيده، كمان بتفتي وخلاص عشان بس جذب الانتباه. نقول ايه؟ ربنا يكتب الخير للجميع، واللهم ارزقنا واياكم سكينه القلب ورضا النفس وراحه البال، واجعل ايامنا مليئه بالخير والبركه والستر، وفي امان الله.